يا صباح الخير. النهاردة هنعمل حلو بارد من ألطف وأسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها. مكوناته سهلة وبسيطة وطعمه رهيب، صدقوني معلقة ورا التانية الصينية هتخلص في ثواني. بجد من الوصفات السهلة المبهرة جدا اللي لما تيجوا تاكلوها هتحسوا ان مكوناته غالية او صعبة، لكن على العكس تماما. فلو دي اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة ولايك الفيديو لو عجبكم. يلا بسم الله. هحتاج للحلو ده بسكوت الليدي فينجر، هحتاج عبوة ونص زي دي لمقاس الصينية بتاعتي، وهكتب لكم مقاسين مختلفين للصواني بنفس مقادير الوصفة دي، يعني مش هتغيروا في المقادير اي حاجة، هتزودوا بس حجم الصينية لو حابين بحيث تاخد كمية البسكوت كله. اول حاجة هعملها ان انا هسقي البسكوت في الحليب وارصه في الصينية بالشكل ده، يكون واقف على جنبه بحيث ان احنا نرص كمية كويسة من البسكوت من غير ما نكرر طبقات كتير. لو البسكوت مش متوفر وحابين تجربوا الوصفة وبجد هي تستاهل تجربوها، استخدموا اي نوع بسكوت سادة زي الأولكر مثلا ورصوا 3 طبقات من البسكوت فوق بعض. بعد ما رصيت كل البسكوت بالشكل ده هحطه على جنب عما جاهز طبقة البودنج. هحتاج لتر الا ربع من الحليب، يعني 3 كوبايات من الحليب، مقاس الكوباية 250 ملي، كمان 4 معالق كبار من النشا، ومعلقتين كبار كاكاو خام غير محلى، كمان معلقتين كبار من السكر، وهحتاج باكت واحد من الكريم كراميل. ودايما في اي وصفة شوكولاتة اضافة القهوة بيعزز النكهة جدا، فهحتاج معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه. واخر حاجة ومهمة للوصفة وبتخلي طعمها اغنى بكتير، 50 جرام من الشوكولاتة الخام الغامقة، تقريبا 3 مربعات في الحجم ده. في الحلة على البارد الاول هزود كل المكونات مع بعض، الحليب، النشا، السكر، الكاكاو الخام، باكت الكريم كراميل، كمان القهوة، ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما الكاكاو يدوب كويس ويختفي من السطح. انا زودت كل حاجة ما عدا الشوكولاتة، لسه هنحطها في الاخر. لما الكاكاو يدوب كده هنرفعهم على نار، النار تكون من متوسطة لهادية، ونستمر في التقليب لحد ما القوام يبدأ يتقل. نهدي النار خالص ونقلب لحد ما يوصل للقوام الناعم ده. هنا زودت شوية الحليب اللي كانوا متبقيين من البسكوت، كنت ناسياهم على جنب، اكيد مش هنرميهم يعني، وهقلب مرة تانية وعاوزين القوام ده بالظبط. هرفعهم من على النار، ازود الشوكولاتة واقلب، وهي طبعا هتدوب من الحرارة، بس خليكم سريعين جدا في الخطوة دي عشان البودنج هيمسك بسرعة، وهو لسه سخن على طول هنصبه فوق البسكوت وعلى التلاجة لحد ما يبرد ويتماسك كويس جدا. طبعا يفضل تسيبوه في التلاجة ليلة كاملة او لتاني يوم، انا خليته تقريبا ساعتين بس، كان لازم الحقه قبل الشمس ما تغيب. واخر حاجة هنرش عليه طبقة كاكاو خام من فوق عشان تديله الشكل الدافي والفخم، وقطعته مربعات. حبيت كمان ازينه بشوية فول سوداني فرمتهم خشن بالسكينة، وبس كده كمية لذاذة وحلاوة مش طبيعية، وبجد من الحلويات اللي مش هتبطلوا تعملوها. قوام البودنج الناعم، طعم الشوكولاتة القوي، مع طبقة الكيك اللي هي اصلا بسكوت مسقي بالحليب، حلوين حلاوة مش طبيعية، واحلى مليون مرة من الدانت او من اي وصفة بودنج شوكولاتة تعرفوها. هنا بتقدروا تقطعوها قطعة كاملة متماسكة من غير ما تقع منكم. الشوكولاتة كمان هتظبط القوام والطعم جدا، وهتخلي البودنج غني اكتر وسكره مظبوط، وبجد لازم تجربوها. مش بس هتكون مرضية ليكم، لا انتوا هتنبهروا بجمالها وقد ايه هي طالعة خفيفة وناعمة وبتدوب دوبان. الفكرة من الليدي فينجر انه لما بيتغمس في الحليب وبعد كام ساعة في التلاجة القوام بتاعه بيتحول لكيكة، فبيكون احلى من اي نوع بسكوت تاني. هتبقوا مش عارفين تفرقوا هل ده بسكوت او كيك، فبيدي نتيجة رهيبة وكأن الحلو ده متعوب عليه. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو ان هو اللي بيعرفني ان الوصفة عجبتكم وان انتوا هتجربوها، وكمان منه بعرف استمر واصور وصفات اكتر. ولو دي اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا فيها، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله.